الدكتور لإلقاء كلمته في هذه المناسبة، فليتفضل سيادته. بسم الله. السيدات والسادة، يطيب لي أن أكون معكم اليوم في أول حديث عام بعد انتهاء رئاستي لهذا الوطن العظيم، كما يطيب لي أن أكون بين نخبة وصحبة سعدت بلقائها، وإنه لمن دواعي سروري أن أشهد مع حضراتكم صدور كتاب يرصد مشاهد من سيرتي وصفحات من رئاستي. السيدات والسادة، تعلمون جميعا أنه لم يكن في حسابي ولا تقديري أن أكون رئيسا لمصر، ذلك أنني رجل قضاء وقانون، عشت حياتي كلها ركضا وراء العدل والصواب، وقد كان من موجبات عملي الفصل التام بين القضاء والسياسة، ولم يدر في خلدي أثناء رحلة العدالة أن أجد نفسي في قلب عاصفة السياسة، وأن أنتقل من ثوابت القضاء إلى متغيرات السلطة. ولقد سألت نفسي طويلا قبل أن أقبل هذه المهمة الثقيلة: كيف يمكن لضمير القاضي أن يخوض محنة الحكم وأن يخوض معها مفاوضات ومساومات وصراعات ونزاعات؟